شويه عاهات في ارض الملعب، والله ناقصكم عشان تلعبوا كوره. ايه اللي ناقص عشان تلعبوا كوره؟ جماهير وصوتها من اول ده لاخر ده ما بطلوش تشجيع. اداره ومغرقاكم فلوس قد الدنيا. انتوا اغنى لعيبه في مصر، غيركم مش بياخد فلوس ومتصدر الدوري. الزمالك ادانا هديه النهارده وتعادل مع انبي. بقول لك يا عم اكسب يا عم ماتشاتك، خد الدوري يا عم، اكسب وخد الدوري. تقول لهم لا انا مش هلعب افريقيا اصلا، انت هتلعب كونفدراليه. يعني ده منظر، ده شكل اللي شفناه النهارده ده منظر فرقه في ارض الملعب. ده منظر سباك وفتاجي. بص، كل المهن اللي عايز تقولها عليه قولها. لكن هو مش مدرب كره قدم، مستحيل يبقى ده مدرب. يعني ده مستحيل يكون مدرب كوره. ده مستحيل يكون خد الدوري هو جاي منين؟ الدوري الدنمارك مرتين. ده مستحيل يكون عمل كده يعني. ده سباك. دي المهنه الاقرب له الصراحه، سباك. يعني انت لعبت كوره النهارده، قدمت حاجه؟ مدرب جبان داخل التشكيله بجبن. بالعمري مش موجود ولعبت مكانه كوكا. يا عم مش هتهاجم يا عم من ناحيه بالعمري دي؟ طب ليه تحط بقى 2 6 بقى في نص الملعب؟ يعني خلي حد يهاجم بدل بالعمري. ده على اقل تقدير يعني. ليه تحط مروان عطيه وادي دنجا في نص الملعب؟ ليه؟ يعني ليه بجد مصمم على الجبن انك تبقى مدرب جبان؟ سباك. جايبين لنا سروب ده في نص الموسم، ولما طلع من دوري الابطال ما رضوش يطلعوه عشان ما يدفعش عقد جزائي. الراجل ده لو عنده دم ريحه الدم يستقيل بعد الماتش ده. ما حدش عايزه، ما حدش طايقه في الفريق. ما حدش عايزه في مجلس، ما حدش انت قاعد على قلب امنا يعني ولا ايه؟ انت ما حدش عايزك قاعد بتعمل ايه؟ استقيل. لعيبه وحشه، مدرب وحش. هل الموضوع اقتصر على كده بس؟ لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. اللعبه كانت عاله، الموضوع اكبر من كده بكتير. موضوع مجلس اداره، موضوع هيكله كامله من اولها لاخرها. الجهاز باعضاء مجلس الاداره، بالناس دي، ده كله يتغربل. بوظت النادي يا كابتن محمود. انت وشلتك ولا انت وعصابتك يعني؟ انت وعصابتك، مش انت وشلتك، لا بوظتوا النادي. بوظتوا النادي. اسال. روح يا عم لاحمد القندوسي اللي جايبينه مكايده في الزمالك، جبتوا لاعب اجنبي مكايده في الزمالك وغيره وغير احمد القندوسي، احمد السيد زيزو، امام عاشور، اشرف بن شرقي. الاربعه دول اللي بتكاب جون في الزمالك دول فادوك بايه؟ كهربا. فادوك بايه اللعبه المقيده في الزمالك دي؟ يعني جبت مكان اجنبي لاشرف بن شرقي يا عم، كنت بتفوق كوتيسا، ما جبتوش ليه؟ ولا ما لقيتش فيه مصلحه؟ ما لقيتش فيه سبوبه حلو؟ ما لقيتش فيه ام طخ؟ في انتظار صفقه ابراهيم عادل طبعا عشان تعمل قلبان طبعا يعني. طبعا هو زي الكابتن محمود يسيبنا قاعدين كده؟ لا، لازم يعمل قلبان. لازم يعلن على ابراهيم عادل، يعني عايز يعمل بوم طخ. اللعيبه غير واسكندوسي وكاموش اللي جايبينه، معرفش سبوبه يدوها لمين ديت ولا يرضوا مين بالسبوبه بتاع كاموش دي. فين فلوس وسام ابو علي؟ صفقه وسام ابو علي مشيتوا وسام ابو علي، فين صفقه؟ فين فلوسه؟ جبتوا كاموش لمصلحه مين كاموش ده؟ يعني مصلحه مين؟ فلوسه راحت لمين؟ الوكيل مين اللي جايبه؟ مين اللي واخد فلوسه؟ مين اللي واخد مصلحه من وراه؟ واللعيبه وغيره من اللعيبه. لو قعدنا نقول ديت عايزه حلقه كامله عن فساد اللعيبه، فساد المدربين بقى. جيت في موسم، الموسم 2021 تقريبا ولا 2020. جبت سوارش في اخر الموسم. كان الموسم راح منك خلاص، يعني انت كنت خسران كل حاجه، الموسم راح منك، كنت بتنافس على كاس وطلعت من الدوري، ده بس اللي كنت نافس عليه. جبت الراجل، اديته ناشئين، ما كملش 10 ماتشات على بعض ومشيته بالناشئين، يعني ما لحقش يعمل حاجه ومشيته. طب ده كنت جايبه ليه؟ سبوبه لمين دي؟ سبوبه لمين يا فسده؟ ده سبوبه يرضي مين السبوبه دي؟ الفلوس دي راحت فين؟ جبتوا سروب وغلطه منكم يا عم، وما بيعرفش ضرب وكفته وكل حاجه، ادفعوا له انتوا حقه بقى. مين اللي غلطان وكتب له شهاده الجزاء؟ ومين اللي غلطان وجابه؟ هو اللي حاسب عليه مش احنا. والله الجماهير ما نروحش ماتش، محدش يروح ماتش الزمالك. محدش يروح ماتش الزمالك. احنا على الحلوه والمره مع الاهلي، لكن مش على الغلط احنا معاه يعني. مش مش الاداره تغلط 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 واحنا معاه. دي كارثه اللي بيحصل، دي كارثه. ده اهدار دي لازم تحقيق، واهدار مال العام لازم نحقق في الموضوع ده. لازم تحقيق. لاز تحقيق خد تعالى يا كابتن محمود انت واللي معاك، وديتوا الفلوس دي فين والفلوس دي فين وعملتوا ايه بالفلوس ديت وجبتوا مين وعملتوا. ده موضوع يا جماعه. يعني دي حاجات فاسده فساد. فساد يعني. يعني فساد فساد واضح. الفريق الزمالك يحظك يا زمالك، والله يحظك. هو مش حلو. فريق الزمالك فريق مش حلو. انا اللي كنت وحش الموسم ده. انا اللي وقعت الموسم ده. انا اللي خسرت من طلائع الجيش. انا اللي خسرت من بيراميدز رايح جاي.
انا اللي تعادلت مع البنك الاهلي، وتعادلت وخسرت، انا اللي ضيعت نقط. مش انا كاسبك في الدور الاول وكاسبك في الكاس. الماتش الجاي هنعمل ايه؟ مش مهم. يعني احنا الماتش الجاي كونفدراليه، كسبنا الزمالك كونفدراليه برضه، مع المنافسه دلوقتي بين الزمالك وبيراميدز. بيراميدز هتعوز الزمالك تقع، لكن انت مالكش دعوه انت بالحوار ده، انت كونفدراليه على طول. الموضوع الفساد ده عايز حلقه كامله ان شاء الله نبقى نعملها قريب، لكن فريق مجلس اداره فاسد جوه بقى المستطيل الاخضر بقى. ايه شويه النصابين اللي بيلعبوا كوره دول؟ مين اللي بيلعب ايه؟ مين دول؟ في الهجوم محمد شريف، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، كل ماتش ما بيطلعش من اقل من جولين ثلاثه، يعني الله اكبر، ربنا يحفظه من العين يعني. تريزيجيه ارقام هايل. طب العب بالفريق بقى، العب يا عم، اعمل اسيستات، ما بشوفش منك اسيست ليه؟ اعمل اسيست يا عم حتى واحد. كل ما يستلم الكره لازم يرقص، هو لازم يرقص، هو ما يبصيش لحد. احمد سيد زيزو احمد سيد زيزو، ده زيزو ولا بزيرة؟ لا بزيرة. يعني احمد سيد زيزو، يا عم انت مضغوط يا عم، والدنيا كلها ضغطاك، وعشان جاي من الغريم وجاي مباشر، امشي. شوفوا لكم عقود تروحوا بيه، امام عاشور، زيزو، اشرف بن شرقي، مين تاني، اليو ديانج كده كده ماشي، وطاهر كوكا، محمد شريف، مروان عثمان، كاموش، ياسر ابراهيم. دي لعبوا الكره، دي لعبوا الكره في النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي كان في خط الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمد هاني طبعا قاعد في كل الازمنه، هو محمد هاني احنا ما بيتغيرش. فده كان خط دفاع الاهلي. دلوقتي خط دفاعك مين؟ انت بتلعب بكوكا، ياسين مرعي، ياسر ابراهيم اللي كان احتياطي، عبد المنعم ورامي ربيعه، محمد هاني طبعا اللي قاعد معانا دايما ده. يعني ده في نص الملعب. كنت بتلعب حمدي فتحي وعمرو السولية وامام عاشور لما كان لوحده من غير اشرف بن شرقي وزيزو، كان متالق. عمرو السولية، حمدي فتحي، اليو ديانج كان موجود، مروان عطيه هو الحسنه الوحيده اللي، يعني لو هنقول كان في حد حلو من 11 لاعب دول، لا مروان عطيه. كنت بتهاجم بوسام ابو علي، وقبله كنت بتهاجم بمين؟ بمحمد شريف بتهيألي، كان وسام ابو علي وجراديشار موجودين. يعني انت شوف الابجريد، وسام ابو علي وجراديشار، دلوقتي انت عندك كامش ومحمد شريف ومروان عثمان، وغيره بقى، مش يعني حاجات كتير، حاجات كتير. نيجي بقى للحكم النهارده، مش هنعلق شماعه الحكم، لكن جون اشرف بن شرقي ده فين التسلل بجد؟ يعني فين انا عمري ما شفت كاميرا بتجيب الخط كده. يعني عارف الخط المفروض يجي كده، لا الكاميرا جايباه كده، طب احنا نشوف ازاي؟ لكن انت لو جيت تحسبها وتشوفها، لا مش ما فيهاش اي ريحه تسلل، كان هيبقى تعادل وكنا ممكن نرجع بالنتيجه. لكن الحكم حسبها التسلل، بوظ الماتش علينا خلاص، بوظ الماتش بالتسلل اللي حسبه ده، وبوظ الماتش احنا بقى فتحنا بقى وهم راحوا مرتدات، يسجلوا فيستون مايلي. اول جون غلطه ياسر ابراهيم، تاني جون غلطه ياسر ابراهيم، طلع مصاب، هيرجع تاني وهيلعب اساسي. يا جدعان غيروا، يا جدعان عايزين غربله، لاعب على الاقل لاعبين اتنين في كل مركز من الفريق ده، وتمشي نص اللعيبه ده، اكتر من نص كمان يمشي، خلاص ما عادوش يصلحوا خلاص. وتمشي المدرب ده، هات مدرب هجومي، هات مدرب مش عايزين مدرب فنيات وتكتيكات وحاجه، هات مدرب يهاجم، هات مدرب يا عم يهاجم. انت بتلعب في الدوري المصري وافريقيا، يعني صلي على النبي يا عم، انت ما عندكش، ما فيش مدرب بيلعب فنيات اصلا. انت لو جبت مدرب مصري وقلت له خلي اللعيبه دي تهاجم، هيعمل احلى شغل، بس هاجم هاجم. ان انت داخل مدرب جبان في كل ماتش، مدرب جبان. كونفدراليه والله اروح بقى نلعب البط الكيني ومش عارف مين الكونغولي ومش عارف ايه. يعني ايه يا عم، هنعمل ايه في الكونفدراليه دي يعني؟ هنكسبها بطوله اقل من المتوسط، بطوله الكونفدراليه دي الزمالك ياخدوها، ما لهمش يعني، ضعيفه بطوله، لا تستحق المنافسه على بطوله الكونفدراليه دي، ما تستحقش ان لعيبه النادي مش راكبه على بعضها، الاهلي بيلعب كونفدراليه مش راكبه دي، مش راكبه. الموسم الجاي بالصلاه على النبي كده انت مش رايح كاس عالم انتر كونتيننتال، ممكن احتمال اصلا ما تروحش كاس العالم اللي جاي، كاس العالم اللي هو كاس العالم للانديه الكبير اللي كنا فيه مع انتر ميامي وبالميراس وبورتو، اللي عملته بالمناسبه كاس عالم حلو. ريبيرو ما كانش عاجبك؟ يعني ريبيرو ما كانش عاجبك؟ او قال لك الاسوء منه؟ قال لك الاسوء من ريبيرو سروب. ريبيرو مش ما صبرناش، امشي. جمال بتقول لك امشي امشي يا عم، هات سباك بداله. ما اعرفش ايه الفساد ده، يعني ما تفهمش ايه الفساد ده. ماتش راح مننا بسبب غلطه حكم، نيجي لاتحاد الكوره
جايبين لك حكم الماني ما حكمش البايرن ميونخ، يعني حكم في الدوري الالماني ما حكمش البايرن ميونخ، تجيبه يحكم اهلي وبيراميدز؟ ما حكمش ماتش في دوري ابطال اوروبا تجيبه يحكم اهلي وبيراميدز؟ شغال بيحكم فرقه متوسطه في الدوري الالماني. دي بذمتك دي شبهه ولا مش شبهه؟ يعني الحكم ده لو غلط عادي، هو كده كده حكم مش معروف في العالم يعني. مش يعني مثلا لو جبت حكم حكم الصفوه في الدوري الالماني جبته يغلط، لا فضحته هتنتشر في العالم كله. انما ده متداري يعملوا الدوري موجه، الدوري موجه، لكن انت لو حلو ما كانوش يعرفوا يوجهوه. انت لو واقف على رجلك ما كانوش يعرفوا يلعبوا في الدوري كده، ولا يوجهوا الدوري، ولا يعملوا الحكام على مزاجهم. كانوا هيعملوا، بس انت ما كنتش هتحتاج لغلطه حكم، ما كنتش هتحتاج لضربه جزاء محمود وفا، ما كنتش هتحتاج لغيره وغيره بقى. كنت انت اللي هتجيب بالثلاث نقط بدراعك، هتجيب الثلاث نقط بقوتك. اشكال الفساد كتير، الفريق انتشر فيه الفساد، الدوري راح. وعلى فكره يعني انا كنت مستني حاجه، والله ما كنت مستني الدوري. طب والله يعني مع الفريق ده ومع الشكل ده وبالمدرب ده مش مستني حاجه، عادي. خسرنا يا عم، خسرنا، ايه المشكله يا عم؟ اهم حاجه بقى انت لما تقع تعرف تقوم على رجلك تاني. وده اللي الاهلي عودنا عليه دايما، الاهلي دايما لما بيقع بيقف على رجله تاني. اي وقعه الاهلي بيبقى وراها قوم، اي وقعه وراها قوم. جيل جديد ونقف على رجلين. شيل نص اللعبه دي، نصها. بالمناسبه يعني قطاع الناشئين، انت ما بتشوفش لعب من قطاع الناشئين ليه؟ فاسد هو كمان، فاسد، نسيت قطاع الناشئين فاسد هو كمان، فاسد. اللي عايز يلعب يدفع فلوس، اللي عايز يدخل قطاع الناشئين يدفع فلوس، او يكون معاه واسطه. يعني يا فلوس يا واسطه. فبعرفك الامور ماشيه ازاي يعني. الماتش كده كده راح، كل حاجه راحت في الموسم ده، موسم صفري. الا كاس السوبر ما اعرفش تتحسب الموسم اللي فات ولا الموسم ده، بس كله بالنسبه لي موسم صفري وتحت الصفر كمان، موسم بالسالب. عايزين بقى ايه؟ نفوق بقى. يعني جت 3-0، نفوق ونشتغل بقى على النتيجه دي، نفوق. وده مش الاهلي، ده مش الاهلي يا كابتن سيد، انت وكابتن نسيج. خلاص كابتن محمود دمر النادي، صلحوه. يعني وعلى فكره مع احترامي للكابتن محمود الخطيب، اسطوره وقيمه وقامه، لكن بادارته وسياسته هو باظ النادي، ضيع النادي. صلحوه انتوا بقى وراه وخلاص. يعني هو قال ما فوض امر الكوره لسيد عبد الحفيظ وياسين منصور، خلاص يركن هو بقى، يشوف بقى الفلوس والحاجات اللي بيعملها دي، يركن هو ونجيب صفقات بقى حلوه بقى. ننقي شوف انت نادي ام بي، ما بكلمكش على تعادل الزمالك على فكره، شفت اللعيبه اللي معاه؟ شفت شوف ايمن الشريعي هو بيتكلم، عامل مشروع بعيدا عن التريقه بقى والحاجات دي، لا عامل مشروع، عنده ناشئين زي الفريق الاول وكلهم صغيرين، وبيطلع ويبيع، يطلع ويبيع، وبيطلع لعيبه على اعلى مستوى. شوف جناح انبي النهارده اسمه مش حاضر في دماغي، كان مروق الزمالك اللي خد رجل المباراه. هل لما تيجي تخير مثلا اداره الاهلي هتلاقيها الموسم الجاي جايبه لك مين؟ ابراهيم عادل. ليه؟ عشان بوم متاخر، مع ان الراجل ده عنده 20 سنه، بيشجع الاهلي، له صوره وهو صغير بتشيرت الاهلي. فمن وجهه نظري، من وجهه نظري لا، هات ابراهيم عادل وده، ومشي تريزيجيه واشرف بن شرقي، مشي كل اللي في المكان ده يعني، وهات الاثنين دول. دي وجهه نظري يعني، غرباله كامله. بس عادة هيكله ده الحل الوحيد. هارد لك على الخساره، ان شاء الله الموسم الجاي هنقوم، وانا واثق من كده، لان مش الاهلي اللي يقع ويتنيه، لا الاهلي هيقوم. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده، السلام عليكم.